بسم الله الرحمن الرحيم. ده الشاب إسلام، ضحية التسعة اللي من أهل الفتاة اللي هي آه، كانت سبب الواقعة دي كلها. هقول القصة كاملة من شهود عيان. ياريت تسمعوا الفيديو لحد الآخر. طبعا زائد المحامي بتاعه شرح حكاية الاستسلام وفقد النطق تماما للضحية، اللي كانت ظاهرة عليه الصدمة في الفيديوهات بتاعته. اتفضلوا اسمعوا كده لحد الآخر وشوفوا. أنا عايزة حقيقتي يا رب. أنا عايزة حقيقتي. أمال أنا غلابة، مفيش حد في البلد أنا بابا. أنا بقول السلام وأنا بعمل لهم شاي ورانيهم. عندك قدر دعك نتعرف بيك. نسيم بقى عرفنا ان حضرتك صديق اسلام اللي طبعا ظهر في السوشيال ميديا، وبعض الاشخاص كانوا بيلبسوه نبات في الراس. عاوزين نعرف ايه اللي حصل، او حضرتك عرفت الخبر امتى وازاي؟ والله حضرتك انا عرفت الخبر برضه من الناس، تمام. الكلام ده امبارح بالليل، بس انا ما صدقتش لان انا عارف اسلام وعارف اخلاق اسلام، متربيين سوا، يعني احنا اخوات من صغرنا مع بعض. وانا لما عرفت زعلت ولقيت اخواته ازاي ما مشوش معاه ويخلوا ناس زي دول ياخدوه من وسطهم. فطبعا كان كلام وجعه، ما قدرتش ان انا اتصرف معاهم، خصوصا ان هم كانوا اشخاص مسلحين. طبعا على كلام اهله هم دخلوا عليهم. ليه عملوا كده؟ عملوا كده لان برضو على كلامهم ان اسلام كان بيحب بنت وتقدم لها مره في الثانيه واترفض. فطبعا البنت ما يئست من حاجه زي كده ان اهلها مش موافقين، فطبعا راحت له برغبتها. فطبعا لما راحت له برغبتها، اسلام طبعا ما عملش فيها حاجه، لكن خروجها يومين معاه، تمام، ده اللي ايه اثار الشكوك ايه عندهم. اسلام ما كانش موجود فعلا في البلد؟ لا، اسلام برضو على اقوال اهله ان هو كان في اسكندريه، وبعدين رجع لعند اخته الكبيره في قريه اسمها يعني هي غابت يومين بالظبط، غابت يومين. الكلام ده اللي حصل يعني كان امبارح. الكلام ده كان امبارح بالظبط، يعني هم راحوا الساعه 8 هناك البيت، تمام، برضو على اقوال الشهود اللي شافوه. 8 الصبح. 8 الصبح. طب يعني الناس كانوا فين؟ هو البتاع كان في طريق عام، احنا عرفنا مكان الواقع هنا بص في الشارع. هي الفكره ان هم كانوا جايين في وقت اصلا كل الناس في اكل عشاء، خصوصا ان احنا في قريه ارياف، كل الناس في اكل عشاء. طبعا هم استغلوا الفرصه ان حسبي الله ونعم الوكيل، منع للغلط وربنا يخرج ان شاء الله على خير.